انت قلت ساكت خالص سريت هو اللي يكون معنا عيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد. دقائق معدودة إن شاء الله نتشرف إن احنا نكون وسط أهل الأصالة وأهل العلم والصلاح، أهلنا في قرية رفاعة. طبعا هتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع مبادرة طبيب الغلابة والهدف من مبادرة طبيب الغلابة، وهيكون معانا برضو موضوع توعوي تحت عنوان ما هو دور الصيدلية المجتمعية. الأول نتعرف بأهلنا وأحبابنا هنا في قرية رفاعة. بربري محمد محمود إبراهيم من قرية رفاعة. يا أهلا وسهلا يا عم بربري. الله يخليك. حضرتك الله يخليك. محمد عبد الغني إمام قرية رفاعة. يا أهلا وسهلا مولانا الله يبارك فيك. أحمد عبد الحفيظ حسن من قرية رفاعة. يا أهلا وسهلا أستاذ أحمد الله يبارك فيك. إسلام محمد حسن من قرية رفاعة. يا أهلا وسهلا أستاذ إسلام. علاء مرسي فؤاد من قرية رفاعة. وبنحب نرحب المرة الثانية برضو الدكتور يوسف اللي مشرفنا دايما في قريته وقرية رفاعة. نقول يا مرحب بوجودك وسطينا. يا اهلا وسهلا استاذ علاء، وانا يعني سعيد جدا والله يا جماعه ان انا وسط اهل العلم واهل التقوى والصلاح، ودايما بنتعلم منهم يعني حب الخير وعمل الخير وحب مساعده الناس، يعني ده مش جديد عليهم. فاحنا هنا جايين بس نذكرهم باهداف المبادره. طبعا عارفين حضراتكم مصطلح طبيب الغلابه مصطلح عام، لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان مبادره طبيب الغلابه في كل طبيب او في اغلب الاطباء الحمد لله جزء من الخير، يعني ممكن يستحق به لقب طبيب الغلابه. يعني مش لازم اللي هو كشفه متدني جدا، تمام، مش لازم اللي هو على طول بيكشف ببلاش، وان كان يعني الاغلب بيعمل كده. فاحنا في المبادره هنشوف كل دكتور ايه اللي يقدر يقدمه حسب شغله الخاص. ممكن دكتور يدي 3 ايام، في دكتور بيحب مثلا يشتغل 3 ايام في الاسبوع ببلاش، هو بيحب كده. في دكتور تاني لا، مرتبط مثلا بايجارات غاليه والمكان والعماله. فبننسق الخدمات الطبيه، والهدف من المبادره ان احنا توصيل الخدمه الطبيه بشكل صحيح للمريض حسب حالته بقى، حسب ما هو. لو هو من اللي مش هيقدر يدفع حاجه، احنا يعني بنسعى انه الخدمه بتاعته تنجز باي شكل من الاشكال، سواء الطبيب بيتنازل عن اجره او اهل الخير بيساهموا في هذا الموضوع. لو هو بيقدر برضه يدفع نصف اجر، تمام. فده متاح، يعني زي فكره التامين الطبي، يعني مش لازم هو عشان في بعض الناس هنا عندنا في عاداتنا وتقاليدنا مولانا في الصعيد، الحج بربري والاستاذ احمد بيحس انه لو يروح ياخد جواب ده بيعمل له نوع من الحرج، او بيحس ان لا ده انا فقير. لا، هي الفكره مش كده، يعني هو تبقى زي النظام الاقتصادي، انك انت مثلا بتبقى زي مشروع علاجي او زي التامين الصحي، عاملينه الشباب والاساتذه والكبار والصغار من الاطباء والصيادله والعاملين في المجال الطبي، كل واحد بيقدم على قدر ما يستطيع. احنا في المبادره ان شاء الله بنسعى باذن الله ربنا يجعله عمل خالص إن ننسق هذه الخدمات. يعني مثلا اي حد يتصل، الاستاذ علاء يتصل والله ده عندي حاله كذا كذا، انا هعرف مين اقرب حد من مقدم الخدمه الطبيه، سواء بقى معمل تحاليل اشعه يقدر يساعدنا، ونقدر ممكن كمان نوصله ونحل له القصه بتاعته حسب حالته. يعني ده مبدئيا اهداف المبادره. حالا احنا شغالين بالفعل، عندنا الحمد لله عدد لا باس به من الاطباء والمعامل والصيدليات ومساهمات اهل الخير، ولكن احنا ان شاء الله في هدف تاني اللي هو هدف التوعيه للمرضى في جميع التخصصات. تمام. يعني احنا برضو هنروح للدكاترة، وكل دكتور هنسجل معاه فيديو، او اذا كان معاه وقت يجي يقول الكلمتين اللي هو عايز يقولهم في التخصص بتاعه بالبلدي كده، بحيث انهم يوصلوا للناس بشكل اسرع، والناس تستفيد بيهم وتستفيد منهم. او هو هنسجل معاه فيديو ونعرضه على الصفحة. ازاي حضراتكم تتابعوا كل جديد في مبادرة طبيب الغلابة؟ انكم معمولة تحت رعاية صيدلية عناية عشان الشكل القانوني بتاعها، تمام. وفي بعض الاطباء بتبقى اشمل، يعني في ناس ما بتحبش تتعامل مع جمعيات، في ناس ما بتحبش ايه، فلازم يبقى لها غطاء قانوني. فكان الغطاء القانوني اللي هو صيدليه عنايه بمدينه فرشوط، وان شاء الله هيكون ليها مناديب المبادره في كل مكان،
وهننزل ندوة واثنين وثلاثة بحيث ان الرسالة توصل كاملة واحنا في خدمتكم دايما. ده فيما يخص الاهداف العامة للندوة. ازاي انتوا تدعموا مبادرة طبيب الغلابة؟ ان حضراتكم لو عندكم اي ملاحظات او اي يعني دعم فكري، يعني احنا دايما بنشتغل على التوازي، يعني دايما بنسعى للافضل، والمؤمن مرآة اخيه. فدائما مثلا انت بتوريني الطريق الاسهل، على طول بنطور حسب ما يتلائم. يعني الهدف عندنا وصول الخدمة الطبية. تاني حاجة، ازاي حضراتكم برضو تدعموا المبادرة؟ انكم انتوا يعني نتشرف انه الناس تشوف الفيديوهات دي ونتكلم عنها ونقول مبادرة طبيب الغلابة، بحيث اكبر عدد ان شاء الله يستفيد من هذه المبادرة وهذه التوعية. ده فيما يخص المبادرة بشكل عام. ندخل كده على الموضوع الثاني اللي هو الموضوع التوعوي شوية، بتاع دور صيدلي الصيدلية المجتمعية. تمام. طبعا احنا هنا في الصيدليات، عشان الصيدلية باختصار بتشبه المحل. تمام. فالعملية اللي بتحصل فيها أكتر عملية بتحصل فيها العملية البيعية، إنك أنت داخل تشتري، وبيجوا عرف عند الناس ما لم تحصل حاجة. يعني دايما احنا بنفتكر وجود صيدلي لما بيحصل خطأ، حد مثلا تجي له حقنة غلط لا قدر الله، حد يجي له علاج غلط، فيقول لك لو كان الصيدلي قاعد ما كانش حصل ده. فاحنا مش عايزين ننتظر لحد ما تحصل المشكلة، لا، لازم افهم ال ال الهدف من وجود صيدلي في الصيدلية المجتمعية. صيدلية مجتمعية اللي هي صيدلية الشارع، لأنه في صيدلي الصيدلية المستشفى، وفي صيدلي العمليات، وفي صيدلي التغذية العلاجية، وفي الصيدلي اللي هو دكتور في الجامعة. ده كله صيدلة. لكن اللي موجود في الصيدلية ده، وليه الدول كلها بتشترط وجود صيدلي في الصيدليات؟ ليه؟ باختصار عشان انت تستخدم الدواء بطريقة صحيحة وفعالة وآمنة. تمام. يعني انت مثلا الطفل مكتوب له عنده سخانة وعنده مشكلة في النفس، ففي انواع من الادويه ما تنفعش مع هذا الطفل مع الحاله بتاعته، لانها بتزود مثلا معدل التنفس بتاعه. انت بتشخص مع الدكتور، والصيدلي بيعمل على التوازي مع الطبيب. تمام. يعني مثلا في بعض المرضى ما بيفتكرش كل الكلام اللي بيكتبه له الدكتور في الروشته. تمام. فهو جاي في الصيدليه اخر حد بيتعامل معاه قبل ما يستخدم الدواء ويخش جسمه هو الصيدلي. فلو في غلطة أو لو في حاجة هو فاهمها غلط وهو جاي من العيادة، تمام، الصيدلي هيقولها له. فطب ممكن حد يقول له لا، طب ما أي حد هيعمل الحكاية دي، واللي بيصرف الدواء حتى لو كان غير صيدلي هو ملتزم بالروشتة. تمام. أول حاجة، مش كل حاجة بتبقى يعني واضحة في الروشتة. يعني مش معنى أن أنا نسخت الروشتة صح، تمام، يبقى كده أنا قلت له استخدام الصح. ده أنت ممكن يكون مكتوب لك مثلا نوع من انواع الادويه. احيانا بيحصل مثلا حد بيروح يكشف على ابنه عنده دكتور، تمام، الدكتور ده مثلا يعني ما خفش الطفل، او مستعجلين انه الواد يخف او الطفل يخف، تمام، بيروح لدكتور تاني بيكتب بعض الادويه قد تتشابه يعني بنفس الماده الفعاله ولكن بشركه اخرى. فاللي هيروح يصرف العلاج يفتكر ان ده دواء تاني او دواء اخر. تمام. فلما هيستخدمه بقى هو جعله كده دواء تاني. تمام. كده هو مضاعف الجرعه بتاعته. يعني بدل كده هو ما خد مثلا 10 مللي من ده وخد 10 مللي من ده، يبقى كده خد هو كام؟ 20 مللي. فبالتالي لا، انا كصيدلي بساله انت خدت ايه ادويه؟ المفروض اشوف الادويه اللي خدها قبل كده استخدمها ازاي، هل في يعني منها ادويه لسه بيستخدمها، واقول له على الطريق الصحيح فيها. فده يا ريت يا جماعه انك انت وانت داخل الصيدليه تتاكد ان اللي موجود صيدلي، وتتاكد ان الدواء ده بتاعك انت فاهمه وفاهم جرعاته بالشكل الصحيح. دي كانت اهم الاهداف واهم المعلومات اللي كنا عايزين نتشرف ان احنا نقدمها لحضراتكم. فلو في اي حد يعني عنده سؤال احنا يعني تحت الامر. بس واياكم، وربنا يبارك في حضراتكم جميعا. تفضل يا سلام. بالنسبة للمبادرة، مبادرة محمودة، تمام، نعم. وبنرحب بها. في هدفها الأساسي مساعدة الغلابة، نعم. أو محدود الدخل، في بعض محدود الدخل برضه، وتقديم الخدمة وتقديم الخدمة الطبية للمقتدر، ان انا برضه بوجهه. تمام. كده معلش، والتعاون على البر. في حتة مثلا أنا كقرية كده هيبقى التعاون مع حضرتك،
تمام. ممكن مثلا انا عشان اوفر على المريض انه يروح مثلا المركز، بيبقى في مثلا جوابات في القرى عموما او في المناديب زي ما نعم. قلنا. تمام. نعم. دي برضو اختصار في الجهد واختصار في الوقت. تمام. بدل ما يروح من مكان لمكان، يبقى بياخد الجواب من المكان بتاعه، المحل الإقامة بتاعته، محل الإقامة مباشرة على الدكتور. على الدكتور. ده كاقتراح. حد هنا ممثل للمبادرة. الدكتور يوسف بيقول لك الحاجات دي بتربي احراجات لبعض الناس. نعم. بالنسبه لموضوع الجواب يعني اتفضل. بيكون مختوم وكده يعني. الدكتور يوسف بيقول لك انه موضوع الجوابات لما يكون مختوم من الجمعيه او من مكان من اي مكان او تدير المريض، فالموضوع ده بيحس بيه باحراج هو اصلا. انا قصدي مش هيكون مختوم. نعم. بدل ما انا كقريه نعم. يروح مثلا المركز، اه. من المركز ويرجع تاني مثلا. يرجع تاني ويرجع تاني. المركز. طب انا ايه قصدي السؤال؟ دكتور على طول، مم. على الدكتور مباشرة من محل إقامته، بدل ما يلف من محل إقامة قرية ما هو ده يطلع على المركز. مركز مثلا أنا نجي حمادة، يتوفر عليه الجهد يعني. يتوفر كجهد وكمثلا وقت. هنعمل كده ان شاء إيه الله. اللي يعني كاقتراح لا، هو كده هو توفيرا للمسافات والجهد هيكون في كل قرية وفي كل منطقة كمان تمام. حد هو ماسك عملية الجوابات أو الإرسال للدكاترة. أما فيما يخص برضو موضوع الإحراج، أنا برضو حابب أوضح حاجة تاني، إن إحنا لا بالعكس، ده إحنا عايزين نقول ما تحسش بالإحراج. يعني مش لازم أنت معناها إنك أنت هتاخد جواب لا ده تبقى أنت فقير، ده أنت ممكن بيتعمل لك مثلا زي خصم. تمام، طالما انت برضو تستحق كده يعني ومحتاج الخدمه الطبيه، مش زي ما الناس خلاص يعني ايه ابو بلاش روح اكشف وخلاص. طالما انت بينك ما بين نفسك محتاج للكشف وتقدر تساهم مثلا بنصف الكشف، والله انت مثلا تقول ده انا اقدر اساهم بالنصف، بدل ما انا لو قلت لك ببلاش وانت تقدر تساهم بالنصف ما ينفعش تكشف ببلاش. تمام، فانت بتساهم في النصف لان مثلا ممكن دي ايه بتدفع كهرباء عند الدكتور، بتدفع حاجه ما ينفعش كل واحد يعني ايه يعني يبقى في خسائر عليه في العمل الخيري يعني عشان. لكن انا بتكلم في فئه يقول لك لا انا ما نريحش، لا ده انا لو رحت كده هحسب ان انا مثلا فقير او محتاج والكلام ده، لا ده انا بلغي له الفكره دي خالص وبقول له لا ده انت كانك مشترك في مشروع علاجي واحنا كلنا في خدمه بعض وكل واحد فينا يحتاج حاجه للثاني. يعني المؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ومثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ومش بس لكل البشريه والكل الانسانيه، اي حد بيحتاج اي خدمه طبيه ان شاء الله هنوفرها له باذن الله. ودي بدايات المبادره، ومن الفوائد فيها برضو موضوع التوعيه، ان انا مثلا هستفيد من حضراتكم، هتعرفوني حاجه، انا هنقول لكم بعض الحاجات عن المبادره ومع التطوير باستمرار. وبنتشرف انكم تتابعوا برضو الفيديوهات لانه مش على طول هيبقى متاح نعطل حضراتكم في جلسه، فممكن مثلا معنا فيديو للدكتور محمود نادر هنعرضه على الصفحه، معنا للدكتور عماد عبد الستار هنعرضه على الصفحه. ودكتور محمود نادر من يعني كمثال من الدكاتره اللي في الجامعه، مدرس المسالك البوليه، الراجل متعاقد مع او مش متعاقد، هو يعني مش عايزين نسميها تعاقد، هو الراجل ما شاء الله اي خير واي عمليات مجانيه او كل حاجه تحت ايده بيقدر يعملها، ما بيتاخرش عن اي مريض من اي مكان، مش مبادره طبيب الغلابه فقط. بس فاحنا ذكرنا الدكتور محمود كمثال لانه هو الراجل يعني بادئ معنا لفتره، وطبعا دكاتره كتير في جميع التخصصات. فده كان بشكل عام عن موضوع المبادره. تشرفنا بحضراتكم جميعا، نسال الله لنا ولكم القبول والاخلاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.